بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة، حلقة رقم 6 من سلسلة تعالوا نفهم روماتيزم. سؤال سألته كتير وبنسأله كتير هو: هل الأمراض الروماتيزمية أو بمعنى أدق الأمراض المناعية الروماتيزمية، أمراض المناعة الذاتية الروماتيزمية اللي هي الأمراض بتاعتنا الروماتويد، الذئبة الحمراء وإلى آخره، هل دي أمراض وراثية؟ بمعنى أنا لو عندي هذا المرض، هل معنى ذلك إن أولادي هيجي لهم نفس المرض؟ هل معنى ذلك إن إخواتي متوقع يجي لهم نفس المرض؟ الإجابة مش ومش لأ. يعني هناك فرق بين الأمراض الوراثية وأمراض الاستعداد الوراثي. الأمراض الوراثية هي الأمراض اللي ممكن تفسيرها أو توقعها طبقا لقوانين مندل للوراثة، بمعنى إن هناك جين أو جينات لو موجودة فدي معناها إنه الحامل هذا الجين هيجيله المرض، لو مش موجودة معناها إنه مش هيجيله المرض. وطبعا الجينات احنا عارفين خدناها في الأحياء زمان، إنه لو جين سائد فوجود جين واحد فقط من الأب أو من الأم بيبقى كافي جدا لحدوث المرض. لو جين متنحي فيبقى محتاج نسختين، واحد من الأب وواحد من الأم. وده اللي بنقول، عشان كده احنا بنقول يعني إنه يفضل عدم زواج الأقارب، لأن الأقارب هيبقى مشترك فيهم الجينات المتنحية دي، فاحتمالية إن يلتقي جين متنحي من الأب مع جين متنحي من الأم بيبقى أكتر لو الأب والأم أصلا قرايب. ده قوانين مندل للوراثة اللي ما بتنطبقش في الأمراض الروماتيزمية. الأمراض الروماتيزمية اسمها أمراض استعداد وراثي. يعني إيه استعداد وراثي؟ يعني هناك جينات فعلا موجودة، لكن هذه الجينات وجودها بيخلي حامل الجينات أكثر عرضة للإصابة بالمرض. لكن لا وجود الجينات معناه إنه لازم المرض يجيلك، ولا عدم وجود الجينات معناه إن عندك مناعة المرض مش هيجيلك. يعني مثلا الروماتويد مرتبط بحاجة اسمها HLA-DR4، الذئبة الحمراء HLA-DR2 and 3، المرض بهجت HLA-B5051 مثلا أو 551، وهكذا. يعني هذه الجينات وغيرها وجودها بيخليك أكثر استعدادا لحدوث المرض، لكن لا وجودها معناها إنه لازم كل اللي عندهم HLA كذا ده هيجي لهم المرض الفلاني، ولا عدم وجودها معناها إنه مش هيجي. لازم هناك عوامل بيئية تساعد على ظهور المرض، وبتبقى أكثر يعني سهولة لو المريض ده عنده جينات. الدليل على كده إنه لما بناخد مثلا النسبة العامة للروماتويد، أو خلينا مثلا في روماتيزم الأطفال، مثلا روماتويد الأطفال أو روماتيزم المفصلي في الأطفال. الروماتيزم المفصلي في الأطفال بيبقى نسبته مثلا لو قلنا 1% مثلا في الإجمالي، يعني هنلاقي إنه احتمالية إنه يكون في أحد الإخوات، لو حد من الإخوات عنده روماتيزم طفولي، احتمالية إن باقي الإخوات يجي لهم بنسبة 2-3% بس. لو هي أمراض وراثية هيبقى المفروض النسبة تبقى أكتر من كده بكتير، تبقى ممكن 50% لو هو جين متنحي، ويبقى 100% لو جين متزايد. ده كلام لو هي مثلا في الإخوات. لو في الأخين التوأم نسبة الإصابة، لو حد من الأخين التوأم جاله روماتيزم طفولي، فاحتمالية إن الطفل الثاني يصاب 25%. طبعا التوأم اللي هو بالكربون، اللي هما الاثنين بيبقوا شبه بعض بالظبط، سواء ولدين أو بنتين، بيبقوا بالكربون نسخة طبق الأصل من بعض. يعني الدي إن إيه اللي هنا هو نفس الدي إن إيه اللي هنا بالملي، يعني اختلاف قد لا يذكر يعني. ومع ذلك احتمالية إن يصاب الأخ الثاني للأخ المصاب ما بتزيدش عن 25%. لو دي أمراض وراثية كان لازم النسبة هنا تبقى 100%. فوجود 25% معناها إن الدور الوراثي لا يزيد في أقصى احتمالاته عن 25%، والباقي كله دور للبيئة. البيئة هي إيه؟ هي التلوث بأنواعه، والعدوى بأنواعها، وطبعا أسباب كتير أخرى يعني. العدوى احنا قلنا في الحلقة رقم 4 إنه قلة الوفيات بالعدوى خلت أعمار الناس زادت، وبالتالي بقت أكثر عرضة للأمراض التانية زي أمراض المناعة والسرطان والكلام ده كله. وهنا بنقول إن العدوى أحد عوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى ظهور الأمراض الروماتيزمية.
طب احنا كده اتلخبطنا، هي العدوى بتزود ولا بتنقص؟ لا ركز معايا، العدوى لو قاتله دي قلت، العدوى القاتله قلت او كتير عن الاول، لكن العدوى عموما ما قلتش. يمكن العدوى البكتيريه قلت، لكن العدوى الفيروسيه ما قلتش كتير، ودي شايفين الكورونا مبهدلانا ازاي ومبهدله الكره الارضيه ازاي. فيعني فكره العدوى دي بالذات العدوى الفيروسيه بتدخل جوه الخلايا وبتغير تلعب في دي الخلايا، فهي قد تكون احد عوامل الخطوره. دي كانت الحلقه رقم 6، ونلتقي باذن الله في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.